أهلا وسهلا ومرحبا. البارح في العشية في نهاية اليوم في القصر الملكي في الدار البيضاء كانت جلسة عمل برئاسة الملك محمد السادس الله يحفظه وينجيه ويعافيه، وكان الموضوع ديالها هو ميناء الناظور. ميناء الناظور اللي مازال ما سمعش به هو واحد المنشأة، هو واحد المشروع كبير بزاف، ضخم بزاف، استراتيجي بزاف، والاثر والتاثير ديالو ما يكونش فقط محليا. الا بغينا نقارنوا نقولوا ميناء الناظور غادي يكون في مستوى الا ما كانش اكثر من ميناء طنجة المتوسطي، ميناء بمنطق المستقبل، ميناء بمنطق المشاريع الكبرى، ماشي فقط الامور اللي ديال البنيه التحتيه اللي كنعرفوها. هذا جزء من الرؤيه ديال الملك محمد السادس اللي كيتكلم دائما على المغرب الصاعد. المغرب صاعد، انا كنقولها برا وجوا وبحرا، 3 دي الصعود، 3 دي. طبيعي جدا ماشي كل شيء غادي يفهم الابعاد ديال المشروع بحال هذا، ماشي ضروري انه الجميع سيتفاعل مع خبر بحال هذا بنفس المنطق وبنفس الحده وبنفس الحراره، ولكن صعيب ان يمر الامر مرور الكرام، والاصعب واننا كنعسو وكنفيقوا، كنعسو على خبر ايجابي، على خبر سعيد، على خبر يعكس القوة ديال المغرب والطموح ديال المغرب والأحلام ديال المغرب، وكنفيقوا على خبر من نوع آخر كله سلبية وأثاره كلها سلبية. الخبر بطبيعة الحال هو القرارات ديال اللجنة التأديبية ديال الكاف اللي صدرت عقوبات في حق كل من المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي. المنتخب السنغالي كان متوقع باعتبار الممارسات اللي دارت في الماتش ديال النهايه، ولكن اللي ما كانش متوقع هو الحجم والشكل ديال هذه العقوبات. ولكن في حق المنتخب المغربي بانت لنا غريبه وعجيبه، كما لو ان الكاف ساوى بين الضحيه والجلاد، ساوى بين المخطئ والمتضرر، ساوى ما بين صاحب الحق وما بين الظالم كرويا. على كل حال الى حدود هنا الامر مفهوم، ونقدروا تكون عندنا لحظات ديال التحمس نعيشوها، ولا لحظات حماس وانفعال وعاطفه مره اخرى، وغادي نبقاو نقولوا وك الحق هادشي ماشي معقول، شمتونا، داروا لنا الى حدود هنا مفهومه. اللي غير مفهوم، اللي مستفز، اللي كيعصبني دائما في سلوكنا الجماعي على مواقع التواصل الاجتماعي هو كيفاش ديك الطاقه ديال العاطفه وداك المجهود النفسي اللي كنضيعوه في الخاويات وفي الفارغات وفي الخوال الخاوي. كيفاش تقول لي كيفاش؟ واش ما عندك نفس؟ لا ابدا، انا عندي نفس على بلادي، انا كنغير على بلادي، انا كنبغي مصلحه بلادي، انا نبغي صورة بلادي، انا نبغي بلادي ما تبقاش بشعره واحده. ولكن الاخوان، واش ما لاحظتوش كيفاش نفسيتنا كتبدل في اقل من 10 سوايع؟ كيفاش انه كيلعبوا لنا على اعصابنا، وهذه حرب نفسيه، وهذه حرب معنويه، وهذه حرب اعصاب اللي مفبركينها ناس، كيشتغلوا عليها ناس، كيخططوا عليها او ليها عفوا ناس. الهدف ديالها شنو هو انك المغربي ما تخليهش كيدير اعتبار لكل ما من شأنه يحسسوا بقيمته في المنطقه او في القاره او في العالم. دائما شحنوا بالاخبار السلبيه وخليك يتفاعل لدرجه وين كنعضوا بعضياتنا، وعوض ما نلوموا الاخر رجعنا كنحاسبوا نفوسنا وكنطيحوا براسنا وكنقولوا حنا تريتور، وكنقولوا حنا ما فيدناش، وحنا ما عطاوناش، وحنا داري، وحنا شمتونا، وكذا 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 وكذا. واش كتعتبروا بان هذا امر طبيعي؟ كتعتبروا بان هذه مساله سهله؟ لا، للاسف اننا كنطيحوا في الفخ بسهوله. للأسف هو أننا كنخليو أخبار هامشية مهما على شأنها كتغطي
على الامور الاهم في هذه البلاد اللي المفروض تخلق فينا نفسيه ايجابيه وتخلينا طموحين وتخلينا فخورين، ولكن احنا كيشغلونا كيلوحوا لنا واحد العظمه كنبداو كنتنابحوا عليها. سمحوا لي على هاد العباره. وفي نهايه المطاف كنخلقوا واحد الجو مشحون جدا. شكون اللي كيستافدوا منه الناس اللي ما بغاوش المغربي يهز راسو، بغاو المغربي يبقى يضيع وقته وجهده اعصابه ونفسيته في امور هامشيه، في امور تافهه تقريبا. ملي كنقول تافهه كنقول مقارنه مع ما هو اهم وما هو اكثر جديه. ولكن قلت مرة أخرى ونقول مرة أخرى كنطيحوا في الفخ ودغيا كنتصيدوا ليهم، وجالسين دابا اللي كيخطط لهذا الشيء فرحان كيقولوا البارح عندهم ميناء قدو قداش، عوض من المغاربه يصبحوا يقولوا واو احنا فين غاديين، ها القوه الضاربه فعلا، ها القوه الصاعده فعلا. لا، هما صابحين شتي فلان تريتور، شتي فلان سربايه، شتي فلان نقافه، شتي فلان دقيقيه، شتي فلان. علاش كنرجعوا نعيشوا هاد الجو ديال جلد الذات بواحد الطريقه اللي يكون كيخلصونا عليها ما نديروهاش؟ قلنا ديك المره بزاف ديال الافكار، قلنا ودي عيبنا اننا كنطلعوها للبراني بزاف، اننا كنحاشيوها للبراني بزاف، اننا كنتسناو لا فاليداسيون ديال البراني باش نعترفوا بروسنا. ولكن احنا دابا كنطيحوا في الفخ ديال البراني بلا ما نشعروا. للاسف ما كنقولش ما نتعصبوش وما نفعلوش، لا، ولكن كل شيء يكون بلا دوز، كل شيء يكون بقدره، كل شيء يكون بمستواه، باش ما نساهموش من حيث لا ندري في خدمة أجندات ماشي فقط باغا تحطم الوحدة الترابية للبلاد، ماشي فقط باغا تحطم المصالح الكبرى ديال البلاد، باغا تحطم المعنويات ديال المغاربة. وللأسف في كل مناسبة، في كل فرصة كنعطيهم هذه الهدية وكنخليهم كيضحكوا ضحكتهم الشريرة، ضحكة الثعالب. خصنا نكونوا أكبر من هذا الشيء الإخوان. السبع والمغرب سبع، ما عمرو يكون ضحية أو لا يطيح في فخ الثعلب. الثعلب فيه المكر صحيح، فيه الخبث صحيح، ولكن الأسد كيبقى أسد، السبع كيبقى سبع، والبلاد ديالنا سبع. غير حنا خصنا نعاونوا السبع يبقى دائما مستمر في زئيره. ردوا البال الإخوان، ردوا البال، ما نخليوش العاطفة ديالنا وديك النفس الحارة ديالنا ترجع حاجة ضد نفسيتنا الجماعية. وديما ركزوا ما معنى النفسية الجماعية، ماشي هي التطبال، ماشي هي العامزين. النفسية الجماعية هي نكون فخور ببلادي وما نخلي حتى شي واحد مهما على شأنه في الخارج انه يجي ويلعب لي على البسيشيك، يلعب لي على المورال. هادشي اللي كاين الاخوان، والله يصوب لهاد البلاد ان شاء الله، وديما مغرب.